سلام البنات، لاباس عليكم؟ اليوم غادي نديرو كعك اسفي. غادي نحتاجو النافع وجوج محمرين ومطحونين، جوج خمارات، واحد فاني. غادي نحتاجو الماء والزيت والسنيده والدقيق، كيلو ديال الدقيق. غتلقاو المقادير البنات في صندوق الوصف. هنا البنات غادي نخلطو كلشي على فوا. غادي نديرو النافع والجلجلان والسنيده، الزيت والماء كيف ما كتشوفوا. غادي نخلطوا كلشي البنات حتى تنسجم العناصر، وغادي نبداو نضيفوا في الدقيق بشويه بشويه حتى تعقد لينا العجينه، ونحصلوا على عجينه واقفه شويه، تكون يعني قريبه قاصحه. هنا نضيفوا البنات الزا، واحد شويه الزا فاني، وغنضيفوا جوج خمارات، وغادي ندلكوه مزيان العجينه ديالنا. ندخلوا هذاك الكيلو ديال الدقيق كامل وندلكوها واحد شويه، وغادي نخليوها ترتاح. هذه البنات كيف ما كتشوفوا العجينه كيفاش كتجي. هذا الكعك ديال اسفي التقليدي الاصيلي اللي كيتخدم بالموس ماشي بالمنقاش. غادي تشوفوا الطريقه كيفاش. هانتوما البنات درتو في بلاستيكه وخليتوه يرتاح واحد شويه، وغطيتو بسبنيه. هنا البنات غادي نبدا نكور كويرات، وغادي ندوزهم في ماكينه ديال الكعك. هذه البنات راه معروفه في اسفي، ما كاينش اللي ما عندوش ماكينه الكعك. كندوزو فيها العجينه ديالنا باش كترطاب وكتقاد، وكنخلوها وتنرجعوها للبلاستيكه باش ما تبردش. هنا البنات كنحربلو العجينه حريبلات، وكنبداو نشرطوه بالموس على هاد الطريقه هذه من الفوق للتحت حتى كنكملو الكعكه. كيف ما كتشوفوا البنات هذه طريقه تقليديه الاصيله ديال الكعك. بالنسبه للكعكه انا درت فيها تقريبا 30 غرام باش تجينا كعكه عاقده وكبيره وعاطيه للعين. نعاود معكم البنات الكعكه نحربلوها على هذا الشكل هذا اللي كتشوفوه في الصوره، حتى كنحصلوا على بودان طويل. كناخذوا الموس وتنشرطوه اول حاجه بالموس، نشرطوه بالموس. ولا بينا نعرفوا القياس ديال الكعكه، كنجيبوا كاس ديال العنبه باش ناخذوا عليه العبار كيف ما كتشوفوا. انا قديت الجناب ديالو حددته. اول موس البنات غادي نبداو نشرطوه من الفوق، يعني من اليسار اليمين ولا من اليمين اليسار ماشي مشكل. هانتوما البنات من الفوق، كنبداو نشرطوا في العجينه ديالنا على هذا الشكل هذا. صافي بعد ما سانينا البنات التشراط ديال العجينه، غادي نعاودو نشرطوها تاني من الفوق على هذا الشكل هذا باش ما العجينه ما تطلعش على بعضها، يعني باش تبقى قابطه مع بعضها. هانتوما البنات كنبقاو نكملوا العمليه اللي قلت لكم ديال نحربلوا العجينه، ندوزو بالموس من الفوق ونبداو نشرطوا الجناب. في الاخير ندوروا الكعكه ديالنا ونشرطوها حتى هي من الفوق باش تلصق الراس الفوقاني مع التحتاني. صافي، وكندخلوه الفران يكون بنات سخون مزيان، ونقصوا عليه ونخلوه يطيب على خاطره باش يتحمر من الفوق ومن التحت. هانتوما البنات الكعكات كي جاو غزالين مقرمشين ما تشبعوش منهم، والاهم انهم صايب في الدار. بالصحه والراحه. السلام عليكم.